السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد من حكاية قديس الطب. في الجزء اللي فات حصلت شي على الكنز ودخلت البنت اللي لقاها في لؤلؤة السم السماوي، وقدرت شي يعالج شينج يوي ويزود سرعة تدريبها بنسبة 30%. وسمع يولونج الجد شياو لي وهو بيتكلم وعرف ان تشي مش حفيده. وبنكمل القصة وبتكون العشيرة كلها بتستعد لاستقبال موكب طائفة شياو، وبيقول واحد من شيوخ العائلة للخدم اشتغلوا بسرعة عشان لسه قدامنا شغل كتير، واي واحد هيكسل او مش هيعمل شغله كامل فانا هقتله. وبيؤمر البنات اللي شكلها وحش بالرجوع لاخر الصف، وبيقول مش مسموح في المقدمة غير الجميلات فقط. وبيقول لواحدة من البنات لو شفتك واقفة قدام وقت وصول الطائفة هطردك بره. وبيصحى تشي من النوم بسبب الازعاج الناتج عن التجهيزات، وبيحس بملمس طري وبارد تحت ايده، وفجأة بياخد لكمة قوية من شينج يوي. وبيغضب تشي وبيقول لها لحد امتى هفضل افكرك انك زوجتي؟ فبتقول له شينج يوي مش معنى ان سبتك تنام على السرير هتسوق فيها، انا عملت كده بس عشان لقيتك تعبان امبارح لدرجة تشبه الاموات، ولو لمستني تاني او حتى عدت الفكرة على دماغك هخليك تحصل يولونج. وبيتضايق تشي وبيقول لها يولونج مش زوجك لكن انا زوجك، وانا مش هعرف اخرج النهارده بسبب ضربتك اللي ورمت لي عيني. وبتحط شينج يوي ايديها على مكان الورم وبتستعمل قوة الجليد، وبيقل الورم وبتقول له ما تقلقش الورم هيروح دلوقتي، وبيشكرها تشي. فبتقول له ولا يهمك، وبتسأله اذا كان هيروح علشان يشوف الضيوف. وبيسألها تشي اذا كانت مهتمة برؤية الضيوف اصلا، فبتقول له لا خالص. فبيقول لها تشي ان الشيوخ اتجننوا من ساعة ما عرفوا بقدوم الضيوف، وانت مش مهتمة حتى انك تشوفيهم، لكن هو ده المتوقع من تلميذة اسجارد. وبتقول له شينج يوي معلمتي عرفتني ان رئيس البعثة واحد من الاسياد الشباب للطائفة، والسيد الشاب ده اكيد مغرور ومحدش همه، فخلي بالك من نفسك. وبيقول لها تشي تمام انا هعمل بنصيحتك، وبيفرح انها بدأت تقلق عليه. وبنروح للشباب اللي بيكونوا منتظرين وصول الموكب وبيتضايقوا من تأخره. وبيقول واحد فيهم احنا بقالنا هنا 5 ساعات ولسه محدش وصل. وبيرد عليه واحد تاني وبيقول له احنا كده هنضيع اليوم في الوقوف في الحر. وبيقول واحد تالت اسكتوا واستحملوا اذا كان الرئيس بنفسه واقف معانا وما اتكلمش. وبيجري واحد من الخدم على رئيس العائلة وبيقول له ان الضيوف وصلوا. وبنعرف ان مبعوث طائفة شياو هو السيد الشاب كوانج يون. وبيشوف الشباب مبعوث الطائفة وبيتصدموا من جمال البنتين اللي معاه. وبيقول واحد فيهم لو مت دلوقتي مش هزعل، وبيحيي رئيس العائلة الشاب المبعوث من الطائفة. وبيقول كوانج يون لولا وصية شيخنا الكبير كنت هعيش واموت من غير ما اعرف حاجة عن المكان ده. وبيرد رئيس العائلة عليه وبيقول له التعرف على حضرتك شرف لينا. وبيقول كوانج يون وصية الشيخ لازم تتنفذ حتى لو كان ده غصب عننا. وفجأة بيضرب البنت اللي واقفة جنبه ضربة قوية بتوقعها على الأرض، وبيزعق وبيقول لها كان لازم تبكي لما تسمعي سيدك بيتكلم عن مواضيع حزينة. وبيتضايق الموجودين من اللي عمله، وبيقول واحد فيهم البنت ما عملتش حاجة تستاهل الضرب، وغالبا السلطة بتاعته خلت عقله ضرب. وبيسألهم كوانج يون لو مش عاجبهم تصرفه، وبيكونوا خايفين منه وبيبدأوا يطبلوا له وبيمدحوا فيه. وبيقول واحد فيهم انا مش قادر احرك عيني من عليك بسبب وسامتك. وبيرد التاني وبيقول انا ببص على نجم الجيل عشان اتعلم منه، وحتى عقلي وقف عن العمل من تأثير حكمتك في التعامل مع الشيوخ. وبيؤمر الشاب رئيس العائلة بجمع كل الافراد في الساحة بكرة، وبيقول له لازم الكل يكون موجود هناك بما فيهم الخدم، وانا هختار منكم بكرة افضل شخص في العائلة عشان يرجع معايا للطائفة. وبيعرف الشباب بعد ما بيسمعوا كلامه ان الاشاعات اللي سمعوا عنها طلعت حقيقية، وان اقل خادم في طائفة شياو مقامه اعلى من مقام رئيس العائلة. وبيقول واحد فيهم في نفسه انا موافق اروح معاه حتى لو عشان امسح له جزمته. وبيكون تشي فاهم اللي بيفكروا فيه، وبيقول في نفسه ان كل حاجة باينة على وشوشهم. وبيؤمر كوانج يون مساعده شياو با انه يسلموا الهدية اللي جابها معاه. وبيسلم شياو با الصندوق للرئيس وبيعرفه ان جواه مسحوق فتح العميق، وبيقول له ان المسحوق ده يقدر يزود سرعة التدريب لفترة معينة. وبيتصدم الرئيس لما بيعرف ان الهدية عبارة عن مسحوق الفتح العميق،
والشباب ما بيكونوش مصدقين، وبيقول واحد منهم في نفسه ان الهدية دي اعلى بكتير من مستوانا. وبيقول واحد تاني أراه إن الرئيس هيحتفظ بالهدية في الخزنة ومش هتشوف النور تاني. وبيضحك كوان جيون وبيقول في نفسه باين عليهم الرضا، وبيقول إنهم كرويين عديم القيمة. وبيقول لهم كوان جيون إن مسحوق الفتح العميق مش بس بيزود سرعة التدريب، لكنه كمان بيقدر يصلح مسارات الطاقة التالفة. وبيتصدم جد تشي من كلامه، وبيتمنى إنه يقدر يحصل على المسحوق ده عشان يعالج تشي. وبيقول في نفسه ان تشي عاش طول حياته مهان وذليل بسبب مساراته المتدمرة. وبيقول رئيس العائلة لكوان جيون اتمنى ما تحسش بالملل لحد وقت الاجتماع. وبيطلب من ابنه يو لونج انه يتقدم وياخد صاحب السمو في جولة حوالين المدينة. وبيقول له يو لونج ما يغركش ان مدينتنا صغيرة لانها مليانة اماكن حلوة خصوصا بيوت الدعارة. وبيغضب كوان جيون وبيقول له انت فاكرني مين، وبيوصفه بالحقير. فبيعتذر له يو لونج عن كلامه وبيقسم انه ما كانش يقصد يهينه. وبيقول يو لونج في نفسه ما تمثلش عليا، انت شكلك بيقول انك منحرف كبير. وبيشوف كوان جيون شينجيوي وبيتصدم من جمالها. وبيسأل يو لونج عن مين هي البنت دي، وبيستغرب من وجود واحدة جميلة زيها في مكان قذر كده. فبيقول له يو لونج دي شينجيوي ولسه متجوزة من 3 أيام واحد معاق من عشيرتنا. وبيغضب كوان جيون وبيقول واحدة بالجمال ده لازم تكون ليا أنا. وبيقول يو لونج في نفسه إنه منحرف كبير ومش هيسيبها في حالها، لكن الحق يتقال شخص زيه فقط هو اللي يستحقها فعلا. وبيظهر شياو با فجأة وبيقول لكوان جيون انت اكيد مش ناسي كلام والدك وتحذيره ليك انك ما تاخدش بنت بالغصب، وخصوصا لو كانت متجوزة، وانت كده هتكون بتسوق سمعة العائلة. وبيتضايق كوان جيون من كلامه وبيقول يا خسارة. وبيستغرب يو لونج من ظهور مساعد كوان جيون من العدم من غير ما يحس بيه. وبيقول في نفسه ان قوته تقريبا في نفس قوة الجد شياو ليه، ورغم انه مجرد خادم لكن عنده قوة مش موجودة عند اقوى شخص في عشيرتنا، وعشان كده لازم انا اللي اروح مع الطائفة مش حد تاني غيري. وبيفكر انه يستخدم شينجيوي في تنفيذ خطته وبيقول انها هتكون تمن اختياري. وبينادي على كوان جيون وبيقول له لو عجباك فانا اعرف اسلمها لك من غير ما تجبرها على الطلاق. وبيستغرب كوان جيون وبيسأله هيعمل كده ازاي، وبيكمل يونج وبيقول له مش بس كده لكن انا كمان هديك واحدة فوقيها في نفس مستوى جمالها. وبيسأله كوان جيون عن مين هي، وبيكون مستغرب من وجود 2 بالمستوى ده من الجمال. فبيقول له يو لونج انها لينج شي بنت الشيخ الخامس، وكل اللي انا محتاجه منك انك تديني الامر فقط. وبنروح للينج شي اللي بتسأل والدها لو كان الاشخاص من طائفة شياو اقوياء فعلا، فبيقول لها الجد انهم زي ما توقعناهم بالظبط، وبيطلب منها ما تظهرش نفسها لحد ما يمشوا. وبيعرفها ان السيد الشاب اللي بيقودهم شخص خطير على النساء. وبتقول له لينج شي انا حاسه انك مش مبسوط، وبتسأله لو في حاجة حصلت النهارده زعلته. فبيقول لها ان المبعوثين احضروا هدية تقدر تشفي مسارات الطاقة المدمرة. وبتتصدم لينج من كلامه وبتسأله اذا كان في حاجة تقدر تعمل كده فعلا. فبيقول لها الجد للأسف الموضوع مش في ايدي، وباقي الشيوخ هيعاملوا الهدية معاملة الكنوز، ومستحيل يسمحوا لنا نستخدمها في علاج تشي بسهولة. وبترد لينج وبتقول له لكن مفيش حد يستاهل الهدية اكتر من تشي وكده مش عدل. فبيقول لها ما تنسيش انهم شايفين تشي حسالة، فبتقول له كلهم غلطانين. وبيمر الوقت واثناء الليل بتتخفى لينج وبتروح عشان تسرق الهدية من الخزنة، لكنها بتتفاجئ ان والدها شافها وبيكون عارف اللي ناوية عليه. وبيقول لها طبعا كنت رايحة عشان تسرقي هدية طائفة شياو. وبيزعق فيها وبيسألها اذا كان عندها علم بعواقب اللي كانت ناوية تعمله. وبيقول لها محدش يقدر يتخيل مقدار قوة الاشخاص اللي منحونا الهدية، وانا نفسي مش هقدر اعملك حاجة لو حد اكتشف انك سرقتيها. وبترد لينج عليه وبتقول له انا عارفه الكلام ده، لكن تشي شخص جيد وما يستحقش يفضل طول حياته يعاني من الاهانه بسبب اعاقته. وبتساله اذا كان مدرك كميه الالم اللي بيصيبها لما بتشوف تشي بيتهان. وبتقول له لو توقف الاهانه دي تمنه هيكون السرقه فانا مستعده اعمل كده. فبيقول لها الجد لو انت اتسجنتي او اتقتلتي محدش هيدافع عن تشي تاني لما يتنمروا عليه.
وبتقول لينج في نفسها فعلا هتبقى مشكلة لو مسكوني قبل ما اتمكن من علاج تشي. وبيقول لها الجد ارجعي انت دلوقتي المنزل واستريحي، وانا هعمل كل اللي اقدر عليه عشان افوز بمسحوق فتح العميق. وبتعتذر له لينج وبتقول له انا كنت هحطك انت وتشي في مشكلة بسبب تهوري، وبوعدك اني مش هحاول اسرق المسحوق ده مرة تانية. وبنروح للساحة الرئيسية لعشيرة شياو، وبيكون كل افراد العشيرة مجتمعين فيها. وبيسأل تشي شينجيوي لو كانت فكرت كويس في اللي ناقشوه امبارح، وبتسأله انهي نقاش ده، وبيستغرب تشي وبيقول لها ما ينفعش تنسي حاجة مهمة كده. وبتنادي لينج على تشي وبتقول له تعالى اقف معانا، وبيروح تشي وشينجيوي عشان يحيوا الجد. وفي اللحظة دي بينادي رئيس العائلة وبيؤمر الجميع بالسكوت والتزام اماكنهم، وبيقول ان السيد المبعوث هيبدأ كلامه دلوقتي ولازم تسمعوه كويس. وبيقول كوان جيون الظاهر ان الجميع هنا زي ما انا طلبت، واول حاجة انا لازم اعرفكم بنفسي وبطبيعة مركزي داخل طائفة شياو، ولازم تفهموا كويس ان وجودي هنا شرف ما كنتوش تحلموا بيه، ولولا وصية الشيخ الكبير قبل ما يموت ما كانش هيبقى فيه زيارة اصلا، وده لانكم ما تستحقوش حتى تمسحوا جزمتي. وبيتضايق الكل من اهانته ليهم، وبيقول له رئيس العائلة معاك حق، وعشيرتنا هتفضل تفتخر بزيارتك 1000 سنة قدام. وبيتضايق تشي من اسلوب رئيس العائلة، وبيقول انه قبل اهانتنا احنا وكل اسلافنا. وبتتضايق لينج هي كمان، وبتقول انا حاسه ان هنفجر من كتر الغضب. وبيكمل كوان جيون كلامه وبيقول انا هختار واحد منكم النهارده زي ما الشيخ كان عايز، وبطبيعة الحال الاختيار هيقع على افضل حسالة فيكم. وبيطلب منهم يتقدموا ويظهروا طاقتهم ليه واحد ورا التاني عشان ياخد الاقوى معاه. وبيقول انه هيمنح الهدية اللي جابها معاه للي هيفوز النهارده. وبيطلب كوان جيون من رئيس العشيرة يجيب مسحوق فتح العميق، لكن الرئيس بيتفاجئ من طلبه وبيفضل واقف في مكانه. فبيقول له كوان جيون انا مش هستناك اليوم كله، انجز وروح هات الهدية. وبينحني رئيس العائلة على الارض وبيكون خايف وبيقول انا استاهل الموت. والنهارده الصبح اكتشفت ان مسحوق فتح العميق اختفى، وبيتفاجئ شيوخ عشيرة شياو. وبيتساءل الشيخ الخامس لو كانت لينج نفذت اللي في دماغها وسرقته، ولينج بتكون خايفة والدها يكون فاكر انها سرقت المسحوق وما بتكونش هي اللي عملت كده. وبيغضب كوان جيون لان في حد تجرأ يسرق حاجة من ممتلكات طائفة شياو. وبيقول تشيف نفسه ان رئيس العائلة شياو يونهاي شخص حذر جدا، وبيستغرب انه مقدرش يحافظ على المسحوق واتسرق بسهولة. وبيقول ان غضب كوان جيون ملوش لازمة بما ان المسحوق يعتبر هدية وبقى ملك لينا. وبيقول كوان جيون من ساعة ما جيت امبارح مفيش حد لحق يدخل حدود العشيرة، واكيد اللي عمل الجريمة دي هو شخص من عشيرة شياو. وبيقول له رئيس العائلة كلامك مظبوط، وبيعرفه ان مدير مخزن الدواء الشيخ شياو جوان راجل عجوز ومش هيستفيد اي حاجة بسرقة المسحوق، عشان كده بستبعده من دايرة الاتهام، لكني بأيد كلامك ان السارق هو شخص من داخل العشيرة. وبيسأله كوان جيون اذا كانوا طلعوا المسحوق من الصندوق، فبيقول له الرئيس المسحوق ما خرجش من الصندوق من وقت ما اخدناه. وبيقول كوان جيون كويس لان صناديق العشيرة المهمة بيكون عليها بصمة روحية، وبكده نقدر نفعل البصمة بسهولة ونحدد مكان الصندوق. وبيؤمر كوان جيون خادمه شياو جي بإحضار الصندوق، وبيبدأ الخادم ينفذ أوامره، وبيستخدم قوته وبيستشعر مكان الصندوق وبينجح في تحديد مكانه وبيروح يجيبه. وبيقول كوان جيون يبدو ان السارق طلع من داخل العشيرة فعلا. وبيبتسم رئيس العشيرة ابتسامة خبيثة وبيتساءل عن المجرم اللي عمل كده. وبيقول لكوان جيون السارق ده غلط في حقك ولازم تحكم عليه باللي انت شايفه مناسب. وبيضحك كوان جيون وبيقول في نفسه الحكم هيبقى الاشغال الشاقة المؤبدة في سريري. وبيرجع شياو جي بالصندوق وبيقول انا لقيته في الغرفة رقم 66، وده بيكون نفس رقم غرفة لينج. وبيتصدم تشي والجد شياو ليه، وبتقسم لينج انها ما عملتش كده، وبتقول ان مستحيل الصندوق يكون في غرفتي. وبيعجب بيها كوان جيون وبيقول في نفسه انها فعلا في نفس مستوى جمال شينجيوي. وبيؤمر الخدم انهم ياخدوها لغرفته عشان يفكر في عقاب مناسب ليها. وبيغضب تشي وبيعرف ان هدف المسرحية دي من الاول كان عمته،
وبيتضايق شباب عائلة شياو من لينج وبيفضلوا يشتموا فيها، وبيقول لها واحد فيهم انت تستاهلي اشد عقاب بسبب جرأتك على سرقة ممتلكات السيد كوانج يون. وبيروحوا عشان يقيدوا لينج وبتفضل تصرخ وبتقول انا ما عملتش حاجة، وبيغضب والدها وبيصرخ وبيقول لهم ابعدوا عن بنتي وبيهجم عليهم. وبيتفاجئ رئيس العائلة من اللي عمله وبيقول له انت ما تقدرش على معارضة مبعوثين طائفة شياو، ولازم تسمع كلامي كويس وما تدخلش نفسك في الموضوع مرة تانية. وبيروح مساعد كوانج يون على الجد وبيسأله بغضب إذا كان عنده اعتراض على قرار سيده، وبيستشعر الجد قوته وبيقول في نفسه إنه تقريبا في نفس قوتي، وبيحاول يهدى وبيقول في نفسه إن التهور في الموقف ده مش في مصلحتي وممكن يتسبب في موتي وموت بنتي، وبيطلب من كوانج يون يعيد النظر في قراره، وبيقول له إن أكيد في سوء فهم في الموضوع ولو اديت لي فرصة هعرف اللي حصل بنفسي. وبيشتم رئيس العائلة لينج وبيقول انها حطتنا في موقف سيء وخيبت املنا فيها، وبتقول لينج انا ما سرقتش حاجة ولو كنت عملت كده كنت هعترف. وبيقول لها يولونج انت اقرب واحدة لتشي واكيد سرقت المسحوق عشان تعالجيه. وبيقول شباب العائلة كده احنا فهمنا هي سرقته ليه، وبيوصفوا تشي بالحسالة، وبيقولوا ان لينج طلعت بوشين وبتمثل علينا انها لطيفة، ولولا حادثة النهاردة ما كناش هنكتشف ده ابدا. وبتبكي لينج وبتقول انا ما عملتش حاجة، وبيمسك تشي ايديها وبيقول لها اهدي يا عمتي ومفيش حاجة تدعو للخوف، وحتى لو كلهم قالوا انك بتكدبي فانا هفضل مصدقك للابد. وبتهدى لينج وبيطمنها تشي وبيقول لها سيبي الباقي عليا دلوقتي. وبيسخر يولونج من كلام تشي وبيقول واحدة حرامية بتعتمد على حسالة، وبيفضل يضحك وبيؤمر تشي بالتنحي جانبا لان القرار تم اصداره بالفعل. وبيقول تشي في نفسه تمام انا كده عرفت مين اللي ورا المسرحية، ودي حاجة منطقية جدا لان كوانج يون ما يعرفش شكل عمتي اصلا. وبيقول يولونج لتشي امشي من هنا والا ما تلومنيش على اللي هعمله فيك. وبيروح تشي لكوانج يون وبيعرفه بنفسه وبيقول له ان عنده شوية اسئلة بخصوص التهمة الموجهة لعمته. وبيتضايق يولونج من تجاهل تشي لكلامه وبيقول في نفسه انا هرجع لك الاهانة دي الضعف. وبيضحك كوانج يون وبيقول لتشي انت اشهر حسالة هنا، وبيقول له هات اللي عندك. وبيسأل تشي رئيس العائلة عن قيمة الهدية المسروقة في نظره، فبيقول له انها لا تقدر بتمن. وبيكمل تشي وبيقول له انت راجل مشهور في العشيرة كلها بالحرص القوي على شؤونها الهامة. وبيسأله اذا كان في اي خطأ في اللي قاله، وبيرد الرئيس وبيقول له كلامك صحيح. فبيسأله تشي عن سبب تسليمه شيء مهم زي ده لواحد تاني مع انه شخص حريص جدا، والشخص التاني ده مش شيخ حتى لكنه مجرد راجل عجوز بيحرس مخزن الأدوية. وبيشاور تشي على الرئيس اللي بيكون متفاجئ وبيقول له دلوقتي المطلوب منك تدافع عن نفسك. وبيغضب واحد من شيوخ العائلة وبيسأل تشي إذا كان قصده يشكك في نزاهة الرئيس، فبيقول له تشي أنا مش بشكك في نزاهته لكني مش عارف هو ليه بدأ يتوتر. وبيقول رئيس العائلة في نفسه اشمعنى دلوقتي بقيت ذكي وفصيح اللسان مع إنك حسالة طول عمرك. وبيقول شباب العائلة لبعضهم يبدو إن الحسالة ده معاه حق في كلامه وفي حاجة غريبة فعلا. وبيقول رئيس العائلة إن ده طبيعي لأن مخزن الأدوية مليء بالأعشاب الطبية النادرة، وعشان كده حطيت مسحوق فتح العميق هناك عشان هالته ما تتسربش وتأثيره ما يبقاش ضعيف. وبيقتنع شباب العائلة بكلامه وبيحس الرئيس بالارتياح. وبيقول في نفسه كويس إن صفحات كتب الطب اللي قريتها من عقود نفعتني دلوقتي. وبيقول تشي لرئيس العائلة مسحوق فتح العميق ليه رائحة حلوة ومميزة. وبيسأل الرئيس إذا كان شامم ريحة الصندوق، فبيقول له أيوة شاممها. فبيقول له تشي لكن دي حاجة غريبة جدا لأن الصندوق قضى ليلة كاملة في مخزن الدواء واللي بيكون مليان بعشرات الأنواع من الروائح المختلفة، والمفروض تكون ريحة الصندوق دلوقتي شبه ريحة السمك. وبيتفاجئ الرئيس وبيقول في نفسه إن الصندوق بيجمع الهالة الطبية فعلا، وطبيعي إن ريحته تكون اتغيرت لو اتحط مع أدوية تانية. وبيستغرب ازاي الموضوع ده مجاش في باله. وبيقول الرئيس الظاهر إن عندي برد النهاردة. وبيشم الصندوق مرة تانية وبيقول إن فعلا في ريحة سمك على الصندوق. فبيقول له تشي مين جاب سيرة السمك ورائحة الأدوية بتكون رائحة مرة فقط.
وبيغضب رئيس العائلة وبيقول لتشي انت مجرد حسالة وازاي تتجرأ تتلاعب بيا. فبيقول له تشي بالعكس انا اديتك فرصتين عشان تقول الحقيقة لكنك كل مرة كنت بتختار تكذب. وبتكون لينج مسهولة من طريقة تشي الرائعة وبتقول في نفسها انه بيتصرف كأنه بقاله 200 سنة طبيب. وبتقول شينجيوي في نفسها لسان تشي الفصيح كشفهم بالكامل، لكن اللسان الفصيح مش هيكون كافي لوحده قصاد القوة. وبيقول كوانج يون طالما لقينا الصندوق في غرفة لينج فده معناه انها مذنبة. وبيقول تشي ان ده ظلم لان لو كان الصندوق مع الرئيس طول الوقت فعمتي مش هتقدر تسرقه، وانتوا بتحاولوا تلفقوا ليها التهمة. وبيطلب من الناس ينصفوا عمته لانها فرد منهم. وبيقول في نفسه بعد اللي حصل دلوقتي حتى الاعمى هيقدر يشوف الحقيقة، لكن مفيش اي حد من العائلة بيقف معاه عشان ما يعرضوش مبعوث الطائفة. وبيقول تشيف نفسه انهم ماشيين ورا اي حاجة يقولها كوانج يون. وبيقول كوانج يون انا حاسس بالملل وبيطلب من رئيس العائلة يقتل تشي. وبيهجم رئيس العائلة على تشي وبيقول له انت عديت حدودك ولازم تتعاقب. وبيقول له تشي عيب عليك تهاجم واحد من افراد عائلتك عشان واحد غريب امرك بكده. وبيكون رئيس العائلة على وشك القضاء على تشي لكن في شخص بيتدخل وبيوقفه. وبيتضح ان الشخص ده هو الشيخ الخامس وبيمسك رئيس العائلة وبيرميه بعيد. وبيقول له مش معنى انك رئيس العشيرة اني هسيبك تهاجم حفيدي قدام عيني. وبيتفاجئ شباب العائلة من قوة الجد شياو لي وان ضربة واحدة منه كانت كفيلة تطير الرئيس. وبيرد عليه واحد تاني وبيقول له يبدو انه يستحق لقب الاقوى في المدينة فعلا. وبيقول تشيف نفسه ان جده قادر يفوز على الرئيس لو تواجهه راجل لراجل، لكن المشكلة لو اشتد الوضع باقي شيوخ العائلة هيهاجموه هم كمان، وعشان كده لازم اشوف طريقة تانية تطلعنا من الازمة اللي احنا فيها. وبيسأل شينجيوي اذا كانت معلمتها لسه هنا فبتقول له انها ما تعرفش. وبيتضايق تشي وبيقول لها ده مش وقت هزار، انت قلتيلي امبارح انك اتواصلت معاها وهو ده السبب اللي خلاني اتصرف بالجرأة دي كلها من شوية، وانت كده هتخليني اموت من كتر الخوف. وبيسأل اذا كانت معلمتها بتتفرج من بعيد فبتقول له شينجيوي انا فعلا معرفش عنها حاجة. وبيتصدم تشي وبيقول انا كده في عداد الاموات. وبيقول واحد من شيوخ العائلة لشياو لي اللي انت بتعمله ده تمرد واضح. فبيقول له شياو لي لو مش هستخدم قوتي عشان احمي اقرب اتنين ليا في حياتي هتكون بلا فائدة. وبيرد عليه الشيخ وبيقول له لكن انت بنتك حرامية وحفيدك قليل الادب، وبعد كل اللي عملوه ده مش هتقدر تنقذهم مهما حاولت. فبيقول له شياو لي عائلتي ما يستحقوش العقاب بدون محاكمة عادلة، واحنا طول عمرنا عايشين بينكم وعمركم ما شفتوا مننا حاجة وحشة. وبيتدخل يو لونج في الكلام وبيفضل يضحك وبيقول ان دي نكتة القرن وما ينفعش واحد خدع العائلة لمدة عقد من الزمن يتكلم عن العدل والالتزام. يا ترى يو لونج هيقول ايه وايه اللي هيحصل بعد كده؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو الجاي، فما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك، والسلام.